أو هذا المقال الذي أعجبني كثيرا، أن الإنسان يتكون من جسد، هذا الجسد هذا المادة، وروح. الروح جاءت من عليين من السماء بأمر الله، تنفخ في الجنين في الشهر الرابع. الجسد مقوماته الأرض، ويتغذى وينمو بطعام يخرج من الأرض. الروح طعامها الصلاة والقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتبتل إلى الله تبتيلا. فمتى ما أنت ملت إلى الجسد ووقع همك على الجسد من عناية فائقة وتركت الروح، أصبحت في معركة في داخلك بين الجسد يسحبك لشهواتك وبين الروح تسحبك إلى الآخرة، فأنت في صراع. هذا الصراع تشعر فيه أنك من أهل السماء إن قويت الروح على الجسد، وتشعر أنك من أهل الأرض إذا قوي الجسد على الروح. لهذا الله سبحانه جل في علاه أقسم 11 قسما، قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أي من رفع الجسد إلى السماء. الروح كالمنطاد ترفعك إلى فوق إلى عليين، وقد خاب من دساها، أي دس بروحه الأرض. لهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أترف الجسد وأهملت الروح تعقدت الروح. إذا أترف الجسد وأهملت الروح تعقدت الروح. انظر إلى جل من يعاني من الأمراض النفسية، انظر إلى جل من يعاني من الضيق والهم، يبكي لا يعلم لماذا، يجول في الشوارع لا يعلم لماذا، لا يستطيع أن ينام، أرق يتقلب به ليلا ونهارا لا يعلم لماذا. كل هذا لأنه خلا قلبه من ذكر الله، خلا القلب من الله سبحانه وتعالى. ومتى ما خلا القلب من ذكر لله سبحانه وتعالى سيطر عليه الشيطان، وسيطرت الجسد على الوجدان، فأصبح المرء هائما لا يعلم أين يأتي. لكن الذي يعلم أن مصيره لله ويحاول أن يغذي الروح للقي الله سبحانه وتعالى، اعلم أنه أكثر الناس سعادة. أحد السلف يقول: لو أن أهل الجنة في السعادة التي أنا فيها إنهم لفي نعيم مقيم. فجنة المرء في صدره. الله عز وجل وضع جنة في الدنيا، من دخل هذه الجنة دخل جنة النعيم، ألا وهي جنة الإيمان. جنة الإيمان بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله والسجود لله والركوع لله، التبتل إليه تبتيلا في الثلث الآخر، السجود، البكاء على عتبات رحمته سبحانه وتعالى. من أناخ مطاياه عند ربه دخل في هذه الجنة لتقوده إلى جنة الله سبحانه وتعالى، جنة النعيم. لهكذا كل علوم تبعدك عن الله لا بارك الله فيها. كل علوم فيها المادية البحتة لا بارك الله فيها. أجل العلوم هو ما يتعلق بالله رب العالمين. لا أحد يستطيع لنا أن يصف لنا أو ينقل لنا ما عند الله من الرحمة وما عند الله من العذاب إلا هذا الكتاب، هو القرآن الكريم. فمتى ما صددت عنه اعلم أن الله سيبتليك بالضنك وضيق العيش. لهكذا انظر عيادات الأمراض النفسية تجدها مزدحمة، انظر إلى الأطباء النفسيين مزدحمة، إلى الرقاة الشرعيين مزدحمة. لماذا؟ كل السبب أن تركنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة لا يرى فيها الشمس ولا يستلهم فيها سنة نبي ولا يستلهم فيها السعادة ولا يستلهم فيها ذكرا لربه. كل هذا السبب لأنه أعرض عن كتاب الله ووضعه على الرف وقال: بيني وبينك رمضان، بيني وبينك رمضان، ثم وقع في خضم الدنيا. نحن حينما ندخل المسجد في أول خطوة عن اليمين ماذا ندعو؟ نقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء هكذا تدعو حينما تدخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك حينما تدخل لا تريد إلا الرحمة. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة إلا حتى يتغمده الله بالرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ولا أنت يا رسول الله ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته، وهو نبي الأمة، فكيف بي وبك؟ لهكذا لما تدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا انتهيت من الصلاة تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنك تريد أن تعش. لهكذا الروح كنز عظيم
لا يلمع هذا الكنز إلا إذا أنرته بكتاب الله سبحانه وتعالى. والإيمان رحمة من الله يقذفه في قلب من يشاء، لا يعطيها داعية ولا يعطيها عالم ولا يعطيها رجل فاضل لك، إنما الذي يعطيك الهداية هو الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال سبحانه وتعالى. فنور الله يعطيه من يشاء ويسلبه عن من يشاء ويمنعه عن من يشاء. أناس رأوا محمد عليه الصلاة والسلام رأي العيان وقذفوا في وجوههم في النار، وأناس حرموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته ولم يروه لكنه اتبعوه كاتباع السيف. لهكذا الهداية تحرم من كل محروم، الهداية تحرم من كل محروم، والموفق هو الذي يقضي وقته باستغفار وتسبيح وتهليل، هذا هو الموفق. لهكذا الحسن البصري رحمه الله يقول: والله لا أظن أن الله يعذب قوم ألهمهم الاستغفار، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال علي رضي الله تعالى عنه: يوجد في الأرض أمانان، الأمان الأول هو محمد عليه الصلاة والسلام، استحال أن يقع العذاب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانينا، فلما مات عليه الصلاة والسلام بقي صمام الأمان الآخر: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فطالما أنك استلهمت واستغفرت وقويت على الاستغفار، فاعلم أن الله عز وجل يأمنك من العذاب، سواء من العذاب النفسي أو عذاب الرزق أو عذاب الذي يحول في الأمة كاملة. لهكذا من أراد أمانا من الله فليلهم هذا اللسان بالاستغفار، فليلهم هذا اللسان بالاستغفار، وليواظب على الاستغفار، وليجعل بينه وبين الدنيا حجابا مستورا. الدنيا ما هي إلا دابة تمتطى تمشي بنا إلى الآخرة، إلى الله، إلى رضوانه سبحانه وتعالى. واعلم أن كل شيء تتعلق به ستبتلى به، كل شيء تتعلق به ستبتلى به. من تعلق بابنه ابتلي بابنه. يعقوب عليه السلام تعلق بيوسف فابتلي بيوسف، إبراهيم عليه السلام تعلق بإسماعيل فابتلي بإسماعيل. انظر سليمان عليه السلام ابتلي بملكه فألقى الله على عرشه جسدا فخر راكعا وأناب. أيضا آدم عليه السلام ابتلي في الجنة وتعلق قلبه في الجنة فأخرج منها. فكل ما تتعلق بشيء من الدنيا ابتلاك الله بها، لتعلم أن الدنيا مقر ابتلاء، ويبتليك الله بأعز ما تملك ليرى أنت لماذا خلقت. فإن كان هذا البلاء مر عليك مر الطيف واحتسبت وتوكلت على ربك، فاعلم أن موعدك الجنة بإذن الله. وأما أن جزعت ووقعت في بلاء وأصبحت تهول على نفسك بالصياح والنياح وغيرها، فاعلم أن الدنيا قد تمكنت بك، بل أصبحت أنت بالوتد، والدنيا هي التي ربطتك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو ألا يبتلينا، وأن يمن علي وعليكم بالغفران، وأن يلهمنا الاستغفار، إنه مولى ذلك والقادر عليه. لا أريد